عشان ما يوصلش للمرحله ديت احنا محتاجينه ان احنا نستخدمه بشكل واعي شويه، لكن احنا بنستخدمه للاسف بجهل. انت ما عندكش زيرو خبره، زيرو اي حاجه، ويلا ابدع لي بقى، اصنع لي فيديو من الصفر، اصنع لي صوره من الصفر، اعمل لي ايديت للفيديو، معرفش ايه. مفيش ابداع منك، ومفيش اي لمسه منك تضيف على الفيديو او تضيف على اي حاجه انت بتعملها. فده غلط، انت مش بتستخدم الذكاء الاصطناعي صح. ما بتديلوش وظيفته، انت بتديله فكره التملك، امتلك فكري واعمل لي انت. فانت بتديله فكره السيطره اصلا، فبتقول له انا عايزك انت تكون انا، اعمل انت مكاني كل شيء واي شيء. فانا عايز افهمك ان الذكاء الاصطناعي انت هيبقى خطر وكل حاجه، بس في الاول وفي الاخر مين اللي بيستخدمه؟ انت. انت اللي بتوظفه لحياتك، لا يكون مسيطر لا يكون مساعد. فانت تستخدمه في فئه المساعد. انت تشوف كده، انا والله مش هينفع ابدا حاجه من الصفر، ما ينفعش اقول له اصنع لي فيديو كامل باللغه العربيه باللهجه المصريه بيتكلم فيه عن واحد اتنين تلاته. فين دورك؟ ما دام انت عندك اهوت السكريبت وما شاء الله عندك الموضوع كامل، بدل ما تديش في الديسكريبشن بتاع اللي انت عايز تعمله دوت في الاي اي، اعمله انت. اعمله انت بموبايلك برينج لايت، اي اضاءه، انت ابدع.